تخيل دول العالم وانت قاعد بالبيت خلال 48 ساعة تقدر تسجل شركتك وتوصل لك من خلال الإيميل أو البريد شهادة التسجيل. أول عقبة راح تواجهها هي تسجيل الشركات. هنا تبلش عندك المعاناة. أول شيء أنت مجبر تختار اسم من قائمة محددة، وما عندك الحرية باختيار اسم يمثل مشروعك أو فكرتك. وراها تصطدم بتكاليف التسجيل، ممكن حتى تتجاوز تكلفة المشروع نفسه. زين، خلصت من كل هذني راح تجيك الطامة الكبرى. التسجيل الإلكتروني موجود ولكن مو بشكل متكامل، راح تضطر بنفسك أو تخلي لك محامي تعقب كل هاي الدوائر وهاي المعاملات، وبالنتيجة هذا راح يزيد من تكاليف التأسيس. وأكيد الموافقات راح تاخذ من عندك أكثر من شهرين، لأنه سيستم هذه الدوائر ونظامها بيروقراطي وكلاسيكي، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه أكو محاولات من بعض المؤسسات للانفتاح تكنولوجيا ومواكبة التطور التكنولوجي. بس إحنا بعدنا نعمل بنظام ورقي بيروقراطي قديم. ليش القطاع الخاص مستهدف بكل هاي العراقيل؟ هل المشكلة بإدارة فاشلة أم وجود أشخاص مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه؟